ايه؟ رايحين الملاهي. اه. فرحانة؟ ايوه. خلاص ماشي، اوديك الملاهي النهاردة، ماشي. وبعدين بعد ما نروح الملاهي بقى نقول لهم عملنا ايه في الملاهي، ماشي. مبسوطة؟ ايوه. طيب ماشي. يلا بينا، يلا بينا عشان نروح الملاهي. يلا تعالي، يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بناخدكم بقى الجولة الجميلة بتاعتنا. قلنا نقول لياسمين نوديها النهاردة الملاهي، فهوريكم بقى الملاهي دي ملاهي رخيصة جدا جدا يا جماعة. الألعاب اللي هتلعبها هقول لكم الأسعار بتاعتها كام. يلا بينا كده ناخدكم الجولة الجميلة ديت في الملاهي، ماشي. وهقول لكم في الوصف اسفل الفيديو اقول لكم بقى المكان فين والاسعار وكل حاجة. بس تابعوني كده عشان نشوف اللعب الجميلة اللي لعبتها ياسمين. هنا كنا بنصور بقى ودخلنا في الاجواء، ودخلنا معانا ياسمين عشان تشوف الملاهي. كانت مبهورة بصراحة بالملاهي، وملاهي كان يوم زحمة. بصوا يا جماعة، دي الالعاب اللي هي موجودة، ماشي. زي ما انتوا شايفين كده قدامكم دي الالعاب، والدنيا كانت زحمة جدا جدا جدا، تمام. وهنا ياسمينة عايزة تركب العربيات ومبهورة. قلنا لها ماشي هنركبك بس استني شوية، وهنوريكم بقى الالعاب اللي هي ركبتها ياسمينة كده بالتفصيل. اول ركبة اللي هو القطر ده الجميل ده لسنها، قلنا نركبه لها، وما كانتش خايفة وكانت مبسوطة جدا جدا جدا. زي ما انتوا شايفين كده، جميلة 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 الملاهي. اوريكم الالعاب كلها. الالعاب دي كلها تتخيلوا السعر كام معايا؟ تتخيلوا يا جماعة؟ قولوا كده. ب10 جنيه، ب10 جنيه. انت فاهمين يعني ايه ب10 جنيه؟ وبعدين هنا قعدت تلعب على النطاطة الجميلة، قالت بابا وديني. هنا بقى وديتها لعبة، ركبتها لعبة تانية، لعبة كده اسمها لعبة الطيارة، زي العربيات كده، وأأمن كمان من العربية كمان. واللعبة دي كانت بتبص لي عليها وتقول لي لعبها لي يا بابا. قلت لها ماشي. وبعدين ركبتها هنا بقى الحصان الجميل قالت لي عاوز اركبه. زي ما انتوا شايفين كده الالعاب دي جميلة جدا جدا، والالعاب كلها ب10 جنيه يا جماعة. يعني ارخص ملاهي في مصر، ارخص ملاهي في مصر يا جماعة. بصوا بصوا الجمال، وحاجة بصوا جميلة جدا جدا. هنا بقى قالت لي عاوزة اللعبة بتاعتها الجميلة اللي بتلعبها. قلت لها ماشي، هتعرفي تطلعيها لوحدك؟ قالت لي اه يا بابا. خليت ولد يطلعها، حتى هم عمالين يطلعوا فيها ايه فوق، وهي يا عيني عمالة مش قادرة، وهو الولد تعبان معاها. بس الملاهي بشكل عام جميلة جدا جدا جدا. وياسمينة ابتدت تطلع اهي، والملاهي دي ما فيهاش خوف على الاطفال خالص، تمام. زي ما انتوا شايفين كده الملاهي جميلة جدا جدا جدا. بصوا شايفين ياسمينة فوق اهي. ياسمينة فوق هتنزل لوحدها كمان. ياسمينة ما بتخافش. بصوا الولد معاها برضو مش سايبها. بصوا في 2 على فكرة، لو هي ما عرفتش بتطلع دي، في واحدة تانية تعرف تطلعها، وهوريكم في الفيديو ازاي. بصوا زي ما انتوا شايفين كده ايه، ياسمينة نزلت اهي مع الولد، وقالت ايه، انا قلت مش هتطلع تاني، لا طلعت تجري، وقالت لا هروح تاني. وبعدين بقى هنا قالت لا انا هطلع التانية عشان اعرف اطلعها لوحدي. فعلا ياسمينة راحت وبعدين طلعت لوحدها. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا اهو طالعة لوحدها اهي، وهي هتنزل لوحدها زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. بص اهي هتنزل لوحدها. بصوا نازلة ازاي لوحدها.
يعني الملاهي جميلة جدا جدا. هنا بقى قالت لي اركب النملة ديت ولا ايه. النملة دي بطيئة شوية برضو، مفيش خوف على الأطفال، بس الأطفال بيحبوها. وخلصنا يومنا كده مع الملاهي الجميلة ديت. ايه رأيكم في الملاهي؟ احنا كمان بعد ما خلصنا قلنا بقى نشرب 2 ليمون بالنعناع كده، وهي كانت فرحانة. تمام. وهنا قالت لي يا بابا تعالى نشرب 2 ليمون بالنعناع وواحد بقى كشري نوتيلا. قلت لها ماشي يا ياسمينة، واتبسطت خالص.